كلام يمس رجولة جوزك اوعي تقولي له الكلام ده مهما حصل ودار ما بينك وما بينه أي نقاش مهما بلغت حدته. واحد، بلاش الكلام اللي بيقلل من شأن أي حاجة هو بيعملها علشانك، اللي هو من فصيل أنت عملت علشاني إيه؟ أنت ولا حاجة. كل اللي أنت بتعمله ده أي راجل في مكانك ممكن يعمل زيه وأكتر كمان من كده. خدي بالك أنت كده بتقللي منه، وهو لو دمه حامي هياخد بعضه وهيمشي من علاقته معاكي مع الوقت. وخليكي فاكرة كلامي كويس. اتنين، لو حصل ما بينكم موقف وهو في الموقف ده كان غلطان وانت خلاص يا ستي سامحتيه من كرمك وعديتي الموقف، بلاش بقى كل شوية تفكريه فاكر يوم كذا لما عملت كذا وانا سامحتك وضحيت وعديت علشانك. حضرتك انت بكده بتعايريه وبتقضي على اللي فاضل في قلبه ليكي. بلاش تبقي نكدية وتقعدي تقلبي في الماضي علشان الماضي انتهى وكان كله جراح فخلصنا. 3، الشك عمال على بطال بمناسبة ومن غير مناسبة. طول الوقت مخوناه وبتفتشي وراه وبتفتشي في تليفونه. احنا كرجاله يا ست هانم بنحب المساحة، اديله مساحته وثقي في نفسك شوية واعملي اللي عليكي كست. صدقيني مش هيقدر يشوف غيرك، وهو كراجل هيعمل اللي عليه والزيادة وحبتين 3 كمان. اكتبيلي في الكومنتات بتعملي حاجة من الحاجات دي ولا لأ.